السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. ونقول بسم الله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة بقى هنعمل كفتة الرز بقى بالفراخ، وإن شاء الله الوصفة تنال إعجابكم. معايا هنا بقى نص كيلو رز مغسول ومتصفي خالص وناشف، ومعايا هنا كمون وملح وشطة، ومعايا كزبرة ناشفة وفلفل أسود وبيكنج باودر، ومعايا هنا الخضرة بقى بقدونس وشبت وكزبرة، ومعايا هنا بصلاية، ومعايا هنا راس توم صغيرة، ومعايا هنا صدر فرخة. ونقول بسم الله ونطحن بقى الرز بتاعنا. الكمية بقى اللي انتوا حابينها، ممكن بقى بربع كيلو فراخ وتعملوا كفتة الرز. اللي ما بيحبش كفتة الرز باللحمة نعملها بالفراخ، وبتبقى جميلة وطعمها تحفة تحفة تحفة. وان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. انا بقى هنا طحنت كل كمية الرز، وهنا بقى الرز بقى اتطحن. انا مش بحب الرز يكون مطحون ناعم، بحبه يكون ايه خشن شوية. وهنا هنزل بقى بالبصلاية وصدور الفراخ وهفرمهم برضو ناعم، وهنزل بقى ايه على الرز بتاعي. كمية الفراخ دي برضو حسب رغبتكم، وكمية الرز دي حسب رغبتكم. عايزين تعملوهم كميات متساوية براحتكم، عايزين تكتروا حاجة عن حاجة برضو دي براحتكم. شايفين كده؟ هنعمهم خالص، وهحط بس بصلاية بس تكون ايه كبيرة متوسطة، برضو الحجم بتاع البصلاية ده حسب ما انتوا عايزين. شايفين كده؟ وهنزل بقى ايه بالثوم والخضرة مع باقي كمية الفراخ، وهفرمهم برضو واحط كل حاجة على بعضها. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات. هنا بقى جت مرحلة الخضرة، هنعم بقى الخضرة بتاعتي كلها، وهنزل بالخضرة على الايه على الفراخ والرز، وبعد كده بقى احط التوابل. شايفين بقى كده الخضرة كلها نعمت واتفرمت، وهنزل بقى بالتوابل وهمكس كل ده. انا حطيت البيكنج باودر بس عشان ينفش الكفتة، وهي هتطلع جميلة ومش هتتهري ولا اي حاجة خالص، وانتوا هتشوفوها كل المراحل معايا. همكس بقى معاكم كل الحاجة، كل الخليط كده همكسه حلو خالص. عايزين تعملوها في وقتها مفيش مشكلة، عايزين تسيبوها تتشمع لتاني يوم مفيش مشكلة، تسيبوها ساعة نص ساعة برضو مفيش مشكلة، وتخزنوها. حابين تخزنوها بقى متحمرة برضو تخزنوها، تحمروا الكمية اللي عندكم كلها وتسيبوها تبرد وتحطوها في الفريزر، وبعد كده تطلعوا منها على قد الاستعمال. حابين تعملوها في نفس الوقت برضو مفيش مشكلة. شايفين بقى الكمية كلها؟ بحط بقى مسحة زيت على ايدي، وبمسح ايدي بمسحة زيت بسيطة خالص، وبصبع الكفتة كلها. وهنا بقى هعمل بقى التسبيكة بتاعتها. هحط بقى سمنة وزيت، زيت بس براحتكم زي ما انتوا حابين المادة الدهنية اللي عندكم. وهنزل بقى ببصلاية كبيرة. انا بحط بقى في كفتة الرز بتاعت الفراخ انا بحط لها بصل وثوم. هشوح كده البصل بتاعي لحد لما ياخد اللون الجولد كده، وهنزل بقى بالثوم هديله تشويحة بسيطة، وبعد كده هنزل عليه بعصير الطماطم. ولو انتوا لسه بتشوفوني ما تنسونيش باللايك والاشتراك والكومنت الجميل، وتشيروا الفيديو ده في كل مكان عشان يوصلكوا كل جديد. هنزل بقى بعصير الطماطم كده، وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي وهسيبها تتسبك، واحمر الكفتة بقى. هنا بقى معايا طاسة وهنزل بقى بالزيت كده، زيت سخن. هنزل بقى بالكفتة، ولا هتفك ولا اي حاجة، هتبقى متماسكة وجميلة. ان شاء الله تجربوها وهتعجبكم كتير. ودي حلوة كمان للي مش بياكل لحمة برضو يعني، ولو انتوا عايزين تأكلوا الأطفال برضو كفتة رز بس بالفراخ مفيش برضو مشكلة. ويا رب طريقتي تعجبكم يا رب. شايفين بقى الكفتة
ما فكتش خالص وهي لسه نص سوا. شايفين بقى درجة التحمير بقى دي حسب ما انتوا عايزين. انا هحمرها بقى كلها واطلعها على منديل مطبخ تصفي الزيت بقى كله. شايفين الكفتة؟ خلص بقى الكمية بتاعتي كلها. شايفين الكفتة جميلة ازاي ولونها حلو، ولا فكت ولا اي حاجة خالص، متماسكة والصباع زي ما هو وهشة من جوه ازاي. كده التسبيكة بتاعتي اتسبكت. هنزل بقى بالكفتة وهزودها بقى شوية مية شوية شوربة حسب ما انتوا عايزين. وبعد كده بقى هقدمها بقى مع رز ابيض، مع رز بشعرية، رز محمر، حسب برضو ما انتوا عايزين. انا بقول لكم الفكرة وكل واحد بيقدم بالطريقة اللي هو يحبها وبالطريقة اللي عايزها. شايفين الكفتة برضو متماسكة في الصلصة وما فكتش. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب العالمين. انا عملتها بقى مع الرز الابيض. شايفين الكفتة بعد ما استوت متماسكة وجميلة. وبألف هنا على قلوبكم، واشوفكم فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.